في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قام جلالة الملك اليوم بزيارة للقنصلية العامة للمملكة بأورلي، حيث وقف جلالته على الجهود المبذولة من قبل المصالح القنصلية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش في 30 من يوليوز 2015. بعثة الأولى والتفاصيل. في أجواء موسومة بمشاعر الحب والتقدير والإكبار والإجلال يظللها العطف المولوي السامي، قام جلالة الملك محمد السادس نصره الله بزيارة القنصلية العامة للمملكة المغربية بأورلي للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها تفعيلا للتعليمات الملكية التي تضمنها خطاب العرش بهدف تحسين الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج. مكرمة مولوية سامية تلقاها أبناء الجالية المغربية بكل الحب والعرفان والامتنان. أبى جلالة الملك إلى أن يخص أبناء شعبه في هذا البلد الصديق بهذه الالتفاتة الكريمة لتفقد الأحوال والاطلاع على الأوضاع والوقوف الميداني على الهموم والانشغالات والتطلعات. تقدم لجلالة الملك محاور تحسين الخدمات القنصليات 16 للمملكة بفرنسا، سواء تعلق الأمر بتحسين شروط الاستقبال والإخبار أو تبسيط وتحديث الإجراءات، أو تعلق الأمر بالأنشطة الثقافية والاجتماعية أو تأهيل الموارد البشرية. القنصلية العامة بأورلي التي تغطي 3 دوائر ترابية تقدم خدماتها لحوالي 30,000 مهاجر سنويا، سيما في أيام العطل المدرسية. مسجل بهذه القنصلية 60,125 مغربيا. حرص ملكي موصول على تعزيز روح التواصل وترسيخ سياسة القرب من المواطنين التي أعطاها جلالته بعدا ميدانيا. هي لحظات مفعمة بالمحبة المتبادلة والتواصل المستمر تعيشها الجالية المغربية المقيمة بالديار الفرنسية، وهي تغتنمها مناسبة سانحة لإبراز تعلقها بالمؤسسات الدستورية الراسخة. نعم سيدي أعزكم الله. ماجستي. عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن امتنانه لجلالة الملك باسم الجالية المغربية المقيمة بالخارج وباسم مجموع السلك القنصلي للاهتمام الذي يوليه جلالته لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا ظروف عمل العاملين بالقنصليات. وقال السيد الوزير إنه تنفيذا لتعليمات الملكية السامية تم اتخاذ العديد من التدابير من أجل ملائمة أفضل العمل القنصلي مع تطلعات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. كما استعرض السيد الوزير خطة العمل التي تم وضعها والمشاريع التي توجد في طور الإنجاز على مستوى الإدارات المركزية وعبر الشبكة القنصلية. وتهم هذه المبادرات بالأساس تحسين ظروف الاستقبال والإخبار وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية والأنشطة الثقافية والاجتماعية، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية. وفي هذا الصدد أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه تم إيلاء اهتمام خاص لظروف الاستقبال ووضعية القنصليات العامة من أجل ملائمة المباني مع طبيعة العمل القنصلي وجعلها أكثر عملية وتستجيب للمعايير، بما يمكن من تأمين استقبال لائق بأفراد الجالية ويوفر الأمن والراحة والانسيابية في الخدمات. وذكر السيد الوزير من جهة أخرى بالحركة الواسعة في صفوف القناصلة التي تمت في نوفمبر الماضي، وكذا بإلحاق أطر عليا بعدد من القنصليات في كل من إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا، والتي واكبتها مبادرات في مجال التكوين ستتوسع مع مرور الوقت. وبالمقابل ذكر السيد صلاح الدين المزوار كذلك بما تم اتخاذه من تدابير تأديبية في حق أعوان قنصليين ارتكبوا أخطاء جسيمة أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وقصد استقبال شكايات وتظلمات أفراد الجالية المغربية بالخارج. أضاف السيد الوزير أنه تم إحداث خط أخضر دولي منذ شهر غشت 2015 سيتم تعميمه قريبا ليغطي التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة بإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا. وبعد أن ذكر بالدورية المشتركة لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون المتعلقة بكتابة الأسماء التي يختارها أولياء الأمور، أكد السيد صلاح الدين المزوار أن هذه الدورية خولت القناصل العاملين إدراج أو تصحيح الأسماء العائلية والشخصية بحروف اللاتينية في سجلات الحالة المدنية، كما تم تبسيط كتابة الأسماء الشخصية التي يختارها الأولياء، فضلا عن تمديد آجال صلاحية عقد الازدياد بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من 3 إلى 6 أشهر. وموازاة مع هذه الجهود، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج عززت عملها من أجل تدريس اللغة العربية والثقافات الأصلية من خلال تجديد هيئة التدريس بالخارج. الله يبارك في عمر سيدي. التفاتة ملكية كريمة وتشريف مولوي تجاه أبناء الجالية المغربية المقيمة بالديار الفرنسية من خلال هذه الزيارة الملكية التي أبى جلالة الملك إلا يقوم بها للقنصلية العامة للمملكة المغربية في أورلي للاستفسار عن أحوال الجالية المغربية بفرنسا ومتابعة أوضاعها والإنصات لانشغالاتها. يقوم جلالة الملك بجولة عبر مختلف مصالح القنصلية العامة للمغرب بأورلي، وخاصة مصلحة الاستقبال والحالة المدنية ومصلحة التوثيق ومصلحة بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، حيث تم الشروع في تجربة نموذجية من أجل تقليص مدة الانتظار للحصول على هذه الوثيقة من 45 يوما إلى 10 أيام. في خطابه السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش، خصص جلالته الحيز الكبير للمهاجر لإبراز الدور المتنامي للجالية المقيمة بالخارج في مسلسل التنمية بالمغرب، باعتبارها طرفا أساسيا في الدينامية التي تعرفها المملكة على جميع الأصعدة. مضامين الخطاب الملكي السامي تلقته الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر بانشراح وغبطة وسرور، حيث شدد جلالة الملك وبقوة على ضرورة العمل بكل حزم لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض قنصليات المملكة، مجددا جلالته حرصه السامي على حماية مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. في ذات الخطاب عبر جلالة الملك على حرصه على رعاية شؤون الجالية المغربية في الخارج وتوطيد تمسكهم بهويتهم وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم، مؤكدا اطلاعه على انشغالات مغاربة العالم وتطلعاتهم خلال الزيارات التي يقوم بها للخارج، حيث إن عددا منهم يشتكون من مشاكل في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية، إضافة إلى الصعوبات داخل المغرب. كما دعا جلالة الملك في خطاب العرش إلى إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم، والحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية والالتزام بخدمة المواطن بالخارج. واعتزازا بالدور الذي تلعبه الجالية المغربية بالخارج، يولي جلالة الملك لانشغالاتها وانتظاراتها عناية فائقة، حيث خصها بمبادرات تروم ضمان حقوقها والحفاظ على مصالحها، وجعل منها شريكا فاعلا في مشاريع ومخططات المغرب التنموية. ومن أبرز المؤسسات التي عزز بها جلالته دور المواطنين بديار الغربة مجلس الجالية المغربية بالخارج. جعل جلالته من هذا المجلس مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي،
للاطلاع بمهمة متابعة وتقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه المهاجرين وضمان حقوقهم ومشاركتهم في الدفع بعجلة التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد. حق لمغاربة العالم أن يرفعوا الرأس عاليا لانتمائهم لبلد هو بمثابة واسطة عقد الأمة بفضل ما يتمتع به من خصوصيات.